أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة بنستكشف فيها مصادر مهمة. النهاردة هنتكلم عن موضوع شغل ناس كتير بصراحة وأثار جدل واسع مؤخرا، وهو الغياب المستمر والمحير للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الظهور العام. الغياب ده بدأ زي ما مصادرنا بتقول من أواخر شهر مايو 2005. تحليلنا النهاردة هيكون معتمد بشكل كامل يعني حصرياً على مقتطفات من النص ده عنوانه اختفاء الرئيس الجزائري، شائعات ومصير غامض. فمهمتنا هنا هي إننا نفكك اللي النص ده بيقدمه بالظبط، يعني نشوف إيه المعلومات المتاحة، إيه الشائعات اللي بتدور، والغموض الكثيف ده اللي حوالين مصير الرئيس حسب النص طبعاً. هنحاول نفهم الصورة اللي المصدر ده بيرسمها عن الوضع اللي هو بيوصفه بالمقلق. خلينا نبدأ على طول. النقطة الأساسية اللي النص بينطلق منها، يعني جوهر المشكلة زي ما هو بيصورها، هي بسيطة وفي نفس الوقت مقلقة جداً. اختفاء تام للرئيس عن أي ظهور علني، وتوقف كامل لأي معلومة رسمية عن وضعه أو حتى مكانه فين. الفراغ ده هو اللي فتح الباب لكل حاجة جت بعد كده، ده اللي بنفهمه من النص. طيب، خلينا نمسك التسلسل الزمني اللي النص بيقدمه. هو بيحدد نقطة البداية في أواخر مايو 2025، ومن التاريخ ده كأن الرئيس تبون يعني اختفى. ده لوحده، غياب رئيس دولة عن الأنظار لفترة طويلة كده، أكيد شيء مش عادي وبيثير الانتباه زي ما النص بيوحي. واللي بيزود الموضوع تعقيد بقى، زي ما النص بيقول، هو كمية الشائعات الرهيبة والمتضاربة اللي بدأت تنتشر عشان تملى الفراغ ده. النص بيعدد لنا شوية من الروايات دي اللي كانت بتتقال، وهي مش مجرد تخمينات بسيطة، لأ، دي سيناريوهات مختلفة تماماً وبعضها بصراحة دراماتيكي قوي. يعني السيناريو الأول وده الأشد، الكلام عن وفاته. سيناريو تاني ليه طابع سياسي أكتر، إنه محطوط تحت الإقامة الجبرية بأمر من الجيش. والسيناريو التالت بيركز على صحته، كلام عن إنه سافر أورمانيا للعلاج. وهنا النص بيضيف تفاصيل عن الأسباب الصحية اللي بيتقال عليها إنه مصاب بالسرطان بسبب التدخين، واحتمال كمان بداية ظهور أعراض الزهايمر عنده. كل دي روايات النص بيوصفها بإنها متداولة. اللافت هنا فعلا، وزي ما النص اللي بنتكلم عنه بيوضح، هو طبيعة المعلومات دي نفسها. النص بيحطها في إطار معين قوي، بيوصفها بإنها مجرد شائعات وتكهنات. والتصنيف ده مهم جدا عشان نفهم إزاي النص بيقدم لنا المعلومة. يعني النص بيربط بشكل مباشر بين ظهور الروايات المختلفة دي وبين السبب الأصلي اللي هو إيه؟ غياب المعلومة الرسمية. بمعنى تاني، الصمت التام من المصادر الرسمية هو اللي خلق، حسب كلام النص، بيئة مناسبة جدا لانتشار التكهنات دي كلها، اللي هي مختلفة ومتناقضة أحيانا. والنقطة المحورية اللي النص بيشدد عليها قوي وما نقدرش نتجاهلها، هي الغياب التام لأي تأكيد أو نفي رسمي لأي سيناريو من دول حتى وقت كتابة النص ده. يعني مفيش أي بيان طلع قال أيوة الكلام ده صح أو لا الكلام ده غلط تماما. الصمت الرسمي ده زي ما النص بيصوره هو المحرك الأساسي لحالة عدم اليقين والضبابية دي. هو مش مجرد غياب للمعلومات، لا، ده ممكن يكون هو نفسه رسالة أو مؤشر. بس النص مش بيخوض في تفسير الصمت ده، هو بس بيوصف وجوده وتأثيره. بالظبط، غياب التأكيد أو النفي ده هو السمة الأساسية للموقف زي ما النص بيعرضه. لكن في تطور لاحق النص بيذكره بتاريخ 10 أغسطس 2025. في اليوم ده النص بيقول إن بعض المصادر، والعبارة دي بعض المصادر لوحدها بتدل على عدم التحديد، يعني قالت إن الرئيس تبون سافر فعلا لألمانيا عشان يتعالج. دي معلومة تبدو يعني محددة أكتر شوية من الشائعات العامة اللي كانت قبل كده. النقطة دي بالذات محتاجة تحليل أعمق شوية، بناء على النص نفسه بيطرحه. أولاً زي ما قلتي، المصدر بينسب الخبر لبعض المصادر. الصيغة دي زي ما احنا عارفين من الشغل الإعلامي للنص شكله بيعكسه، غالباً بتشير لمعلومات مش رسمية، أو ممكن تكون غير مؤكدة بشكل نهائي أو حتى تسريبات مقصودة. فاستخدام العبارة دي في النص بيحافظ على جو عدم اليقين حتى وهو بيقدم معلومة شكلها ملموس أكتر زي السفر لألمانيا. ثانياً، النص بيربط السفر المزعوم ده بنفس الأسباب الصحية اللي كانت بتتقال قبل كده كشائعات، اللي هي السرطان المرتبط بالتدخين وبدايات الزهايمر المحتملة. النص هنا بينقل الأسباب المزعومة دي زي ما وردت في التقارير اللي نسبوها للمصادر دي، من غير ما يتبناها بالضرورة. هو بيعرض الرواية زي ما اتقالت،
والأهم من كل ده، وده اللي النص بيرجع يأكده بشكل قاطع، هو إن التقرير المحدد ده بتاع 10 أغسطس زيه زي كل الشائعات اللي قبله ملوش أي غطاء رسمي خالص، لا تأكيد ولا نفي. مرة تانية النص بيبرز إزاي الصمت الرسمي بيفضل هو سيد الموقف حتى قدام أخبار شكلها محدد أكتر. التأكيد المتكرر ده على غياب الموقف الرسمي هو سمة أساسية في طريقة بناء النص للسردية بتاعته حوالين الاختفاء ده. إذن الخلاصة اللي بنوصلها من تتبعنا لسرد النص هي: حتى مع ظهور تفاصيل زي تاريخ محدد 10 أغسطس ومكان محدد ألمانيا وسبب محدد العلاج، بيفضل المصدر غامض بعض المصادر، وبيفضل الموقف الرسمي صامت تماماً. وده بيودينا للعبارة المفتاحية اللي النص بيستخدمها عشان يوصف الوضع كله، إنه لا يزال محاطاً بالغموض. الكلمة دي بتلخص بدقة الصورة اللي النص بيرسموها لنا. تماماً. والغموض ده مش مجرد وصف للحالة، لا، ده ليه تبعات النص بيرصدها. النص بيقول بوضوح إن الغموض ده يفتح المجال لتكهنات متعددة حول مصير الرئيس الجزائري. هي دي النتيجة المباشرة والطبيعية، زي ما النص بيوحي لغياب الشفافية أو حتى أقل قدر من المعلومات الرسمية. الفراغ المعلوماتي ده زي ما النص بيصوره عمره ما بيفضل فاضي أبداً، لا، بيتملي بسرعة وبشكل حتمي بالتكهنات والشائعات والروايات البديلة اللي ممكن تكون بين تفسيرات معقولة وسيناريوهات خيالية تماماً. وهنا مهم جداً عشان نكون دقيقين في تحليلنا إننا نأكد تاني إن كل اللي بنقوله وبنحلله دلوقتي مبني فقط وحصرياً على المعلومات والتفاصيل واللغة المستخدمة في النص المختصر اللي هو مصدرنا الوحيد النهاردة. إحنا مش بنضيف أي معلومة من بره النص ده، ومش بنحاول نتأكد من صحة أي شائعة مذكورة فيه، ولا بنقدم تفسيرات خاصة بينا. مهمتنا هي نفهم إزاي النص المحدد ده قدم القضية المعقدة والحساسة دي. ممتاز. الوضوح ده ضروري فعلا. طيب، خلينا دلوقتي نحاول نجمع الخيوط الرئيسية اللي طلعنا بيها من قرايتنا للنص ده. أولاً، النص بيتكلم عن اختفاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الأنظار من نهاية مايو 2025. ثانياً، النص بيرصد انتشار شائعات وروايات كثيرة وغير مؤكدة رسمياً عن مصيره. الروايات دي فيها سيناريوهات متضاربة زي الوفاة أو الاعتقال السياسي، الإقامة الجبرية، أو السفر للعياش في ألمانيا لأسباب صحية معينة، سرطان وزهايمر. صحيح. ثالثاً، النص بيسجل معلومة شكلها محدد أكثر جت يوم 10 أغسطس نقلاً عن بعض المصادر بتقول إنه سافر فعلاً ألمانيا للعلاج، لكن النص بيؤكد إن المعلومة دي كمان مفيش عليها أي تأكيد أو نفي رسمي. بالظبط. رابعاً، ودي النقطة الجوهرية اللي النص بيبرزها مرة ورا مرة، استمرار الصمت الرسمي التام، وده اللي بيخلي الوضع كله حسب وصف النص محاط بالغموض. بناءً على التلخيص الدقيق ده اللي النص قدمه، ممكن ننتقل لمستوى أعمق شوية من التأمل، بس مع الالتزام التام بإننا نفضل جوه حدود اللي النص عرضه. النص بيرسم لنا بوضوح صورة لآلية عمل معينة، إزاي التكهنات بتكتر وتتنوع في بيئة بيسودها الصمت الرسمي المطلق. الفراغ اللي الصمت ده بيخلقه زي ما النص بيصوره بيتملي بسرعة وبشكل تلقائي تقريباً عن طريق مصادر مش محددة وشائعات متضاربة. ده بيخلينا نفكر في نمط معين النص بيصوره. الموضوع بيبدأ بصمت رسمي، بعدين تظهر شائعات دراماتيكية، وفاة، اعتقال، بعدين يظهر تقرير شكله محدد أكتر لكن لسه مش رسمي ومش مؤكد، السفر للعلاج، والصمت الرسمي مستمر. التسلسل ده بيوحي بإيه؟ زي ما النص بيصوره، هل النص بيشير حتى لو بشكل غير مباشر لوجود صراع على الرواية أو استراتيجية متعمدة لإدارة المعلومات عن طريق الصمت؟ النص مش بيجاوب بصراحة، لكنه بيصف ديناميكية مثيرة للاهتمام فعلاً. ده صحيح. قراية النص بالشكل ده بتفتح زاوية نظر مختلفة. لما النص بيوصف الاعتماد الكلي ده على تعبيرات زي بعض المصادر في مقابل الغياب التام لأي تصريح رسمي، ده بيخلينا نتساءل بناء على الرواية دي بس عن إزاي الفهم العام للأحداث بيتكون في الظروف دي. كأن النص بيصور حالة بتكون فيها المعلومة الغير الرسمية هي المصدر الوحيد المتاح تقريباً، بكل ما فيه ده من احتمالات للغلط أو للتوجيه. بالظبط.
والنص بيقدم لنا ما يشبه دراسة حالة مصغرة لو صح التعبير لكيفية تفاعل الشائعة مع الصمت الرسمي في سياق سياسي حساس. هو بيوضح إزاي المعلومات غير المؤكدة ممكن تكتسب زخم وقوة في غياب رواية رسمية مضادة أو حتى توضيحية. ده بيطرح سؤال أعمق للتفكير، سؤال جاي بس من النص المحدد ده اللي معانا. ولو بصينا بس للسيناريو اللي النص ده بيوصفه، اللي فيه بعض المصادر بتملى الفراغ اللي سابه الصمت الرسمي التام، ده بيكشف لنا إيه عن طبيعة تدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام في اللحظات السياسية الحرجة اللي النص بيصورها. إزاي التفاعل ده بين الغموض الرسمي والشائعات اللي بتدور ممكن يأثر على فهم الناس للواقع وعلى استقرار الوضع بشكل عام. كل ده انطلاقا من المصدر ده قدمه لنا تحديدا. هنترك النقطة دي كخاتمة للتأمل. النص اللي استعرضناه ما قدمش إجابات نهائية، بالعكس هو عرض وضع معقد بيسود الغموض، وسلط الضوء على ديناميكية انتشار المعلومات في ظل غياب الرواية الرسمية. والتفكير في تبعات الفراغ المعلوماتي ده زي ما النص بيصوره ممكن يكون مفيد لفهم تحديات شبيهة في سياقات تانية، مع التأكيد دائما على أن تحليلنا بدأ وانتهى عند حدود النص المصدر اللي ناقشناه النهاردة.